نادي الشباب. ارحب في الكابتن مختار فلاتة. كابتن الف مبروك الفوز، نتيجة 6 أهداف مقابل هدف، لا تعكس على الأقل ما كنتم عليه في المباراة الماضية بعد أن عجزتم عن التسجيل. بالفعل كانت مطالبات المدرب لكم بالبحث عن المرمى، اليوم بحثتم عنه ووجدتوه ل6 مرات. أول شيء بسم الله، الحمد لله على الأداء والنتيجة. بارك للجمهور الشبابي بالفوز وبالصدارة. المباراة اللي راحت ما توفقنا، جاتنا فرص أكثر من هذه المباراة بس ما كان في توفيق، وعدلناها في التمارين والحمد لله المجهود اللي سويناه في التمارين طلع في المباراة. كابتن، في مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة كيف زادت الشهية في البحث عن الأهداف؟ والله فريق هجر فك الملعب خلاص، يعني مو خسران شيء، يعني فتح الملعب وحصلنا فراغات. الشوط الأول كان متكتل ورا وصعبت علينا المباراة. كابتن، هذه الابتسامة التي أراها في محياك لم نشاهدها بعد الهدف. بعد الهدف كان إيه؟ شوف اللي قاعدين نشوفه الحين ما شفناه بعد الهدف. ليش؟ واضح انك كنت زعلان مرة. لا عادي، بس خليك صريح كابتن، ترى اللقطة كانت واضحة. ظروف المباراة. شلون؟ اشرح لنا. ما فيها شرح، عادي يعني ظروف المباراة، بس المباراة كانت مشدودة. الشوط الأول والأعصاب مشدودة، تأخرنا وجات لي هجر كم فرصة وضغط نفسي، والحمد لله على كل حال. حتشوف اللقطة في التلفزيون وحتتأكد من كلامي يعني. طيب أنا ما قلت كلام هذا. لا بس واضح يعني مرة، يعني كأنه في شيء متنشن يعني. لا ما في شيء، يقول لك ظروف المباراة بس. يعطيك العافية. شكرا لنبتسم مختار فلاتة. لعل زميلي راشد القعود الآن يجهز بالكابتن عمر غامدي، يتحول إلى زميلي راشد القعود. راشد تفضل. هلا والله هلا. شكرا لك عبد الرحمن، يقف بجانبي الكابتن عمر الغامدي. رحب فيك، يعني سداسية نتيجة كبيرة. الحمد لله على كل حال. هذا اعتقد انه جهود عمل اسبوع كامل، الحمد لله كنا مركزين على المباراه هذه، كانت تهمنا المباراه هذه. نتاج المباراه اللي صارت البارحه حقيقه اعطتنا دافع قوي انه مباراه اليوم نقدم مستوى ونتيجه. اعتقد انه 3 نقاط هي اهم شيء في المباراه هذه. كل مباراه احنا نخش يعني حاطين في بالنا انه 3 نقاط مهمه لازم نحرزها، لانه المباريات اعتقد ان الان اصبح التنافس جدا عالي، فخساره اي نقطه اعتقد انه خساره دوري. على المستوى الشخصي عمر الغامدي في الموسم الماضي مختلف عن، يعني الموسم هذا يقدم مستويات كبيرة ما شاء الله. والله الحمد لله اعطيت الفرصه وقدمت اللي علي. هي مجرد الفرصة فقط. والله اكيد طبعا، يعني اللاعب الحمد لله يعني يقدر يعطي، وصارت الثقه موجوده في اللاعب، يقدر يعطي في مركز. اعتقد انه اعطيت الفرصه في الموسم هذا وقدمت اللي عليه وزياده. سلامات اليوم، يعني التبديل غير معتاد، عمر الغامدي دائما يكون مباراة. التبديل على اساس انه مدرب خايف انه اخذ كلت، انه عليه كرتين امامنا مباراه مهمه قدام الاتفاق، وانت عارف انه خسرانين اللاعب المحترف البرازيلي فرناندو، فالمدرب خايف اني انا اخذ كرت ثالث كذا طلعني من المباراه. شكرا لك. يعطيك العافيه.